السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي نغير اسم شبكة الواي فاي بتاعت الراوتر والقديم، النسخة القديمة ال ADSL. نتابع مع بعض الشرح. هنفتح المتصفح فايرفوكس، نكتب 192.168.1.1. هنا المستطيل الأول ده هنحط فيه كلمة أدمن، والمستطيل التاني ده هنحط فيه الباسورد بيبقى مكتوب على ظهر الراوتر، يبقى الحروف فيه كابيتال وفيه سمول، غالبا بتبقى كابيتال. نحط الحروف كابيتال زي ما هي مكتوبة عشان يفتح معانا. نعمل دخول. معانا هنا كذا خانة اهي، كذا اختيار. احنا بنسيب ده كله نروح على اللي هو النتورك، بيفتح معانا بالشكل ده. نفتح بقى الاختيار اللي مكتوب عليه ويلان. في عندنا برضو كذا اختيار. عندنا اللي هو ال SSID setting، ده اسم الشبكة. لو انت عايز تغير اسم الشبكة، اسم الشبكة مكتوب عليه مكتوب وي اندرسكور 99 EC42، ده اسم الشبكة. احنا نمسح دي، نمسح الكلام ده كله. نكتب مثلا اي حروف، مثلا ان مثلا، ونعمل صمنت. ده كده احنا غيرنا اسم الشبكة. لو انت بقى عايز تخفي الشبكة، في عندنا 3 اختيارات. الاختيار الاولاني مكتوب هيد SSID، ده الاختيار ده اللي بيخفي الشبكة. لو احنا علمنا كده وعملنا صمنت، يبقى احنا كده الشبكة اختفت معانا. في الاختيار التاني اللي هو ده security، ده اللي بغير الباسورد بتاع شبكة الواي فاي. في عندنا الباسورد اللي ده الباسورد بتاع الشركة اللي جاي الراوتر ذات نفسه، اللي مكتوب على ظهر الراوتر. احنا نمسح الكلام ده كله ونكتب باسورد بتاعنا احنا، اي حاجة مثلا كده، ونعمل صمم. كده احنا غيرنا اسم الشبكة وخفينا الشبكة وغيرنا الباسورد. في اختيار تاني، حاجة أخيرة كده، ملحوظة أخيرة عشان نأمن الشبكة كويس، عشان منع الاختراقات والبرامج اللي بتخترق شبكات الواي فاي. ال WPS، هنروح على الاختيار اللي مكتوب عليه WPS. في عندنا هنا ال WPS دي احنا نيجي على ال WPS ال BBC دي نخلوها disable. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة، وكده عرفنا طريقة تغيير اسم شبكة الراوتر النسخة القديمة، الاسم بالباسورد، بطريقة ازاي تخفي الشبكة. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. متنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.